اسمه اثناسيوس، ده كان معاه في الجيش. جاب معاه جسد القديس ماريمينا من ليبيا علشان يحارب البربر اللي كانوا هنا، فهزموا البربر بشفاعة مين؟ ماريمينا. فحب ياخد الجسد تاني، الجمل اللي كان حامل جسده ما اتحركش من هذا المكان، فعرف كده ان ماريمينا عاوز ايه؟ يتدفن هنا. بحث الحفرة وحط فيها الجسد، وقبل ما يدفن جسده رسم صورته وقصة حياته ودفنها مع الجسد ومشي. ماريمينا شهيد مصري اتولد في المنوفية. يبقى اتولد فين؟ في المنوفية، مركز منوف، زاوية طرازين حاليا. لكن استشهد وتعذب في ليبيا، ما استحملش البلد يعني بسرعة. تمام؟ زهق من البلد. تمام؟ أبوه كان اسمه أودوكسيس وأمه اسمها أفومية. أبوه كان اسمه إيه؟ أودوكسيس وأمه أفومية. ما كانش ربنا عطيها أولاد. العذراء قالت لها أمين مينا. اتولد 285 واستشهد 309، يعني كل اللي عاش 24 سنة. تمام؟ واستشهد في ليبيا. كان عنده كام سنة؟ 24 سنة. نال ماريمينا كام إكليل؟ 3، واحد للشهادة والبتولية والأجد انفراده في البرية، ودول الجمال اللي كانوا حاملين جسده وما تحركوش من هذا المكان، ولابس لبس أمير. ماريمينا كان ضابط في الجيش لمدة 3 سنين، ورافع دير الصلاة لأنه توحد وصلى 5 سنين في هذا المكان قبل الاستشهاد، عشان كده حب المكان ده. فأول معجزة حصلت هنا الخروف اللي كان جربان شفي واللي كان كسيح شفي، وبنت الملك عندها مرض اسمه الجذام جت شفت من هذا المكان ده، وسموا قبر ماريمينا مكان المعجزات. ماريمينا خد لقب ماريمينا العجايبي. في عهد الكلام ده كان البابا اثناسيوس اللي صورته ورا الشباك، البابا رقم 20، فجاء عمل أول كنيسة في العالم على اسم ماريمينا اللي هي كنيسة القبر أو المدفنة اللي قدام هناك. بعد كده البابا سوافيلوس جه المكان لقى زوار أكتر فعمل كنيسة باسم العذراء. لو انتوا لاحظتوا كل اللي بره الخشب كده، دي كانت زمان كنيسة. 56 عمود رخام على الجنبين على شكل صليب على اسم العذراء. العمودين دول كانوا باب الهيكل، الرخام دول اللي هم زي الخشب كده اللي هم حامل ايه؟ الايقونات. وده مكان المذبح القديم. كل اللي عمل الدير عمل جزاز وكنيسة خشب علشان بنصلي قداس كل يوم على المذبح ده. ده من القرن الرابع بنفس الحجر. بعد كده راح بنى ورا معمودية كبيرة، معمودية صغيرة للناس اللي كانوا بيخشوا الإيمان المسيحي، وكانت مدينة كبيرة على مساحة 2000 فدان، وكان فيها مصنع فخار عمله الملك زنون أبو القديسة هلاليا. كان أي زي نزول قبر ماريمينا زمان كان ياخد جارورة فيها مياه للبركة من يم الجسد. عشان كده سموا المكان ده مكان المعجزات، وسموه مكان الحج الثالث بعد القدس. يعني القدس والمحرق ودير ماريمينا هنا. اللي دمر المكان كده البربر، والمعتصم بالله كسرها وخد كل الرخام وعمل مدينة في العراق اسمها سمراء من الرخام اللي كان موجود هنا، لحد ما جه عالم ألماني اسمه كوفمان اكتشفها. وكل الاكتشافات اللي شايفينها على الطبيعة دي خد كل الرخام ألمانيا، وعمل هناك متحف باسم ماريمينا الأثري في ألمانيا من الرخام اللي كان موجود هنا. بعد كده جه البابا كيرلس السادس اللي هو شفيعه مين؟ كان نفسه يبني الدير هنا، فالآثار جت ممنوع انك تبني على مكان ايه؟ أثري. بعد ما صلى قداسنا بابا كيرلس على المذبح ده راح بنى دير ماريمينا هناك. كان أصبح عندنا دير أثري ودير حديث. عشان كده الكرسي اللي ورا خالص ده كرسي بابا كيرلس، جبناه بركة للزائرين. والمنجلية البن اللي ورا الباب دي القراية اللي كان بيصلي عليها التسبيحة في الطاحونة البابا كيرلس. وهنا في جزء من جسد ماريمينا صاحب الدير، ده جزء من رفاته. أول ما طلع من هنا الجسد اتوزع رفات. ماريمينا أصلا كان مدفون في هذا المكان ده. ربنا وعده وقال له هيكون اسمك ماريمينا ايه؟ العجايبي. وقال له أي إنسان يطلب أي طلب بإيمان عند جسده أو عند قبره ربنا هيستجيب للطلب بتاعه. عشان كده تلاقوا فيه معجزات مكتوب عند الجسد هنا. كانش بيخلف واللي كانسر واللي كورونا، وكل يوم بنسمع معجزات من هذا المكان ده. ماريمينا اتوحد واتدفن في المكان ده. لو حد منكم جه قريب كان في مياه جوفيه عند القبر. دلوقتي الحالي مفيش مياه خالص. المشروع اشتغل
وشفط المياه الجوفية عشان نبدأ نرمم قبر مريمينا ونحط الجسد مكانه. لأن القبر زمان كان في سلم دخول وسلم خروج. نختار الآثار هترمم المكان كله ونحط جسد مريمينا المكان الأساسي اللي كان فيه جسده. تمام؟ عندكم أي استفسار عن القصة أو المكان اتفضلوا سألوا. جنب جسد مريمينا في صندوق العطاء وتعيشوا يعني الزور الجسد ده وشرفوا. هيطلع من مقبره تاني؟ لا هنحطه مكانه الأساسي. مكان بره يعني. المكان اللي متحط بالخشب ده قبر مريمينا قدام كهف. في رملة بس مفيش ميه. اتفضلوا خدوا بركة الجسد والكرسي المنجلية والقبر قدام. الناس اللي